فيديو اليوم رهيب، راح تشوفوا ألذ وأنجح كيكة البرتقال المنعشة، والصوص منها وفيها منعشة ومرتفعة ومناسبة جدا وبتبيض الوش قدام الضيوف. وقبل ما نبدأ بالوصفة بتمنى تشتركوا بقناتي وتفعلوا زر الجرس وتشاركوا الفيديو مع أصحابكم ليوصلكم كل شي جديد. بمقلاية على النار ضفت كوب واحد من الماء، ورح ضيف عليها نص كوب من السكر. بحركهم منيح لحتى يدوب عندي السكر. وعندي حبة برتقال قطعتها بهذا الشكل، راح ضيفها على المي والسكر. وبعد ما وصلت لمرحلة الغليان ضفت عليه عود من القرفة، طبعا القرفة اختيارية بس لحتى تعزز لي النكهة. خليتهم يغلوا مع بعض حوالي 5 دقايق، ورفعت البرتقال عن الماء. والمي راح احتفظ فيها كرمال اسقي فيها الكيكة. تابعوا الخطوات لحتى تنجح معكم ألذ وأشهى كيكة. كمان بمقلاية على النار ضفت نص كوب من عصير البرتقال، برتقال طبيعي، وضفت عليها نص كوب من السكر، ومعلقة كبيرة من نشا الذرة. بخلطهم مع بعض على البارد أول شي، بعدين بشغل النار تحتها. شغلت النار تحتها حوالي 5 دقايق ضل لحتى تعقد عندي الصوص. لاحظين هذا هو القوام المطلوب ما شاء الله. وبقالب كيك حطيت معلقة من الزبدة، راح ادهن القالب كلياته بالزبدة. بعد ما دهنت قالب زبدة هلا راح رش عليها شوية طحين، وبتخلص من الزوائد، يعني من زوائد الطحين. وبأسفل القالب هلا راح اضيف عليه البرتقال اللي غليته مع القرفة والسكر والمي. راح رتبهم بهذا الشكل. طبعا البرتقال هي اختياري إلي، بتعطيها نكهة ولون جميل كتير. بترك القالب عالجنب، وهلا بنتقل لمرحلة الخليط. عندي 3 حبات بيض بدرجة حرارة المكان، يعني قبل بوقت طالعين من الثلاجة. وراح اضيف عليها كوب من السكر، وبضيف عليها كوب من الزيت، وكوب كامل من عصير البرتقال، برتقال طبيعي. عصرت البرتقال وضفت على الخليط، وبخفقهن لحتى يدوب عندي السكر تماما. وبضيف عليها معلقة طعام خل أبيض، وبضيف عليها ظرف فانيلا.
الخل بيعطي هشاوة وبيعطي ارتفاع للكيك. وبضيف عليها هلا بشر البرتقال، بشرته عجنب وخليته تعطيها نكهة ولون جميل. وبرجع بخفقهم كمان مرة، وبضيف عليهم 2.5 كوب من الطحين بنخلهم. طبعا كل شي عندي بكواب المقاس، يعني قيست العصير والسكر والزيت والطحين بكوب واحد، يعني كلهم قياس واحد. بنخل الطحين كرمال تعطيني قوام جميل، ما يكون فيه تكتلات بالكيك. وبنخلها على الدفعات. وهلأ برجع بخلطهم كمان مرة، وشوي شوي بخلطهم مع بعض كرمال ما يفوت الهواء بالكيك. وطبعا آخر شي بضيف عليها ظرفين من البيكنج باودر، ما يعادل تقريبا معلقة وشوي. وما شاء الله على قوام الكيك، ما أحلاه وناعم، وهذا هو القوام المطلوب. وبعد ما صار عندي الخليط جاهز بضيفه على القالب. طبعا شغلت الفرن قبل بوقت على 180 درجة، رح خليها بالفرن لمدة 35 دقيقة من تحت. وبعد ما يمرق 35 دقيقة بطفي التحت وبشغل الفوق بس دقيقة، وبطفي عليها لحتى تاخد عندي لون. بضرب القالب كذا ضربة لحتى طالع منه الهواء، وبعدين بعود خشبي وبطلع منه الهواء بهذا الشكل. وهلا بدخلها على الفرن، وبسم الله ما شاء الله كيكتي لذيذة صارت جاهزة. طلعته من الفرن، خليته ربع ساعة لحتى يبرد شوي، وهلا رح اقلب. ما شاء الله ما لزق القالب ولا احترق ولا اي شيء، لون جميل وقوام جميل وكيكة مرتفعة وهشة. شوفوا القالب ما تلزق شي ولا تكسر شي، وكل شي ممتاز. والماء اللي غليت فيه البرتقال بالبداية هلا رح اسقي فيها الكيك. ما شاء الله ولا اروع من هيك. وهذا هو الصوص بعد ما برد. هلا رح زين فيها الكيك. ويا عيني ويا عيني يا عين مع كاسة عصير البرتقال، ولا أطيب من هيك. وإذا عجبتكم الوصفة بتمنى تعملوا الاشتراك بقناتي وتفعلوا زر الجرس وتشاركوا الفيديو مع أصحابكم يوصلكم كل شي جديد.